النهارده طالع اتكلم معاكم بخصوص موضوع مهم جدا، ولازم تفهموه ولازم تاخدوا بالكم منه ولازم كمان تعرفوه كويس جدا جدا جدا، لان الموضوع ده آه، مهم. مهم بمعنى مهم. انا طالع اتكلم معاكم بخصوص اليوتيوب. الناس اللي بتفكر تبتدي يوتيوب، الناس اللي بتفكر تعمل قناة على اليوتيوب. طبعا هو شاف واحد مثلا: انا اشتريت الفيلا الفلانية، انا اشتريت العربية مش عارف ايه، انا اشتريت الفيراري واشتريت المرسيدس. طبعا هو الكلام ده فعلا حقيقي. اليوتيوب ممكن يوصل معاه ان هو بالدخل اللي يطلع منه فعلا تجيب عربية فيراري وتجيب لامبورجيني وتجيب كمان قصر لو حابب. بس في حاجة هم ما قالكش عليها. يعني دايما انت بتشوف الجزء الحلو او الجزء اللي انت عايز تشوفه، لكن في جزء تاني انت ما شفتوش. في جزء اسمه صبر ومعافرة، وانك تنزل محتوى وما يجيلكش مشاهدات، وانك تنزل محتوى حتى بعد تحقيق الربح وما يجيلكش ارباح. تمام. اللعبة كلها انك هو الحافز مهم جدا، وانك تكون متحفز على طول دي مش حاجة عيب ومش حاجة حرام، ولكن اتحفز بالمعقول. ما وهمش نفسي ان انا هبتدي من اليوتيوب اول اسبوع هكون شاري لامبورجيني. لا، كان كله عمل وكان كله نجح في اليوتيوب. اما اللي بيحصل ايه؟ اللي بيتم ان في ناس عضمها طارق ما استحملتش. في ناس صبرهم نفس خلاص، يعني قال لك انا قناتي ما فيش منها فايده، راح سايب الطريق ومات. لكن لا، هو اليوتيوب لعبه صبر بالنسبه لي انا كمحمد علاء. انت تنزل الفيديو النهارده، تمام، ما يجيبش فيوز مفيش مشكله، انزل فيديو تاني ما يجيبش فيوز مفيش مشكله، انزل فيديو تالت. ما انتوا عارفين والله العظيم هتحصل معاك اول ما تعمل قناه على اليوتيوب. هتلاقي نفسك كنت مثلا 100 مشترك مثلا، جيت تنزل الفيديو لقيت نفسك بعد ما كنت 100 مشترك بقت 95. تقول ايه ده؟ حصلت معايا. تقول ايه ده؟ هو الواحد المفروض بيعمل فيديوهات عشان يزيد مش عشان يقل. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلي 5 يلغوا لك اشتراك مقابل 100 يجوا مكانه. انا ماشي بالمبدأ ده، ونوهت في 100,000 فيديو. لو انت عايز تبني قناة على اساس صحيح وتبني قناة فعلا تجيب لك دخل محترم، ما تقولش لحد اشترك لي، ما تقولش لحد ادعمني، ما تقولش لحد والنبي اشترك لي من 100 ايميل، لا ربنا يسترك وما اعرفش ايه. ربنا يسترنا جميعا، ولكن مفيش حاجة اسمها حد يدعمك. لانه ببساطة شديدة، ما الناس اللي نجحوا على اليوتيوب واللي انت شارين فيلا وشارين لامبورجيني وشارين فيراري وشارين مش عارف ايه، هل هم جم قالوا لك والنبي اشترك لي؟ لا، هم بيقولوا في بداية الفيديو يا جماعة ما تنسوش تشتركوا بس. لكن هل هو مثلا دخل لك في الخاص وقال لك والنبي اشترك لي مش عارف ايه؟ لا، مفيش الكلام ده، مفيش حد بيعمل كده. فاهم؟ فانت لازم تبني قناتك على اساس صح. حلو. اي نعم، اليوتيوب ممكن يوصل معاه ان هو يديك ارباح، والله العظيم فعلا ارباح عاليه جدا جدا، بس مش من يوم وليله، ومش من شهر او حتى شهرين. لازم يعني، في ناس يقول لك ايه خلاص بقى انا عملت قناه اليوتيوب بقى خلاص بقى. لا، هو لازم تصبر، لازم تصبر، لازم تصبر. انا بص، انا بقول لك الكلام ده، برجع اقوله لنفسي. يعني انا ساعات فاهم بيجي لي احباط كده، يعني انا معديت ال 100 فيديو وبرده ما فيش دعم وما فيش مش عارف ايه، بس اقول الحمد لله. لا، اصبر يا محمد، اصبر. هتلاقي باذن الله في دعم اكبر واكبر واكبر واكبر. ليه؟ لان انا بعافر. ما فيش النهارده خلاص بكره، ما فيش بكره خلاص بعد، ما فيش بعده خلاص بعد وهكذا، هي بتمشي كده. فاهم؟ لكن ما تنشفش دماغك. تنشيف الدماغ والله العظيم ما هيجيب لك نتيجه. فاهم؟ اليوتيوب انا اللي عاجبني فيه ان هو مشروع اي نعم مربح جدا وحلو جدا، ومش محتاج راس مال. يعني انا ساعات بقى انا بتكلم المايك الداخلي، ممكن كمان تجيبش معدات زيي، ولكن الافضل تجيب. يعني انت لو معاك راس مال هات، مش هقول لك لا طبعا، هيسرع لك العمليه اكتر، يعني هتلاقي نفسك بيجي لك مشتركين اكتر يعني. ولكن انت ممكن تبتدي في البدايه زي خالص. انا عن نفسي مبتدي بالحاجه اللي معايا، ما قلتش بقى ايه طب استنى يا محمد اما تجيب، طب استنى اما مش عارف ايه زي ما بقيه الناس بتعمل. لا، انا ما عملتش كده خالص. انا كل اللي بعمله وكل اللي انا بتقنه ان انا انزل فيديوهات. والحمد لله رب العالمين النهارده تقريبا بتاع 320 مشترك في وقت تنزيل الفيديو ده. عدد قليل اي نعم انا عارف، بس يكفي ان انا ما بروحش اقول لحد اشترك لي وما اقولش لحد دعمني ولا هكذا. بس الفكره اللي انا عايز اقولها لك ان اليوتيوب في جانب مظلم. الجانب المظلم ده هو الصبر. لو انت راجل مش بتاع صبر ومش بتاع ان انت تصبر عشان تنجح والكلام ده، والله العظيم يوتيوب ما يفيدك بحاجه، وهتبقى انت بتضيع وقت على الفاضي. فاهم؟ هو بص، هي اليوتيوب عباره عن استمراريه. لازم تستمر، لازم تنزل النهارده فيديو انت عارف ان انت مش هيجيلك في فيوز.
فاهم؟ وتبقى واخد نفسك على الوضع ده عشان تبقى ايه لما يحصل لك ما تزعلش. يعني انا عن نفسي بعمل ايه؟ الفيديو ده كده كده ينزل خلاص، الحمد لله لما جاش فيوز ما فيش مشكله، فاهم؟ بس انا مستمر مستمر مستمر. انا عن نفسي بتابع احصائيات قناتي دوما، وبفضل الله احصائيات اول شهر غير النهارده. يعني الحمد لله رب العالمين النهارده بالزياده، الحمد لله قوي يعني. فاهم؟ انا بعمل كده وبفضل الله الشهر الجاي هيبقى احسن من الشهر ده، والشهر اللي بعده هيبقى احسن من الشهر، وهكذا. ليه؟ لان انا مستمر في تنزيل المحتوى بغض النظر اذا كان بيجي لي مشتركين او لا. وانا عايزك كده. ما تقولش اصل ده يا عم ده اشترى فيلا خلاص اعمل بقى قناه وهجيب الفيلا. انت هتجيبها، مش هقول لك مش هتجيبها، ولكن بعد فتره. بعد فتره. اللي بيقول لك انا جبت فيلا وجبت لامبورجيني وجبت فراري وجبت ما اعرفش ايه، بص بقى له كام سنه في اليوتيوب، بص اصلا. يعني هو بيوريك الجانب الحلو بس انت ما شفتش الجانب الوحش بتاعه. ابو فله وغيره 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 وغيره. الناس دي انت بتشوفها اي نعم بيجيبوا عربيات وبيجيبوا اوكي على عيني وعلى راسي، بس انت ما شفتش الفيديوز اللي في البدايه اللي هم اساسا عملوه برايفت دلوقتي. هم كانوا بيطلعوا بامكانيات اقل من اللي انا بصور بيه ده دلوقتي. وشوف النهارده هم ما شاء الله فين، وهكذا بقى. يعني فاهم؟ هو الموضوع ما فيه ان هو تطور بس بالتدريج، يعني فاهم؟ النهارده غير بكره غير بعده غير وهكذا. بس صراحه والله من وجهه نظري هو مشروع ناجح. فانت لو مثلا محتاج مني نصيحه، لا اعمل قناه على اليوتيوب وش. النهارده فرصتك احسن من بكره، فاهم؟ ما نعرفش الشروط بتاعت بكره هتكون عامله ازاي وهكذا. فانا نصيحتي ليك الاخويه طبعا ان انت تعمل قناه النهارده، لان فرصتك النهارده في النجاح بتكون اعلى بكتير من بكره. ما تقعدش تقول بكره هعمل القناه، بكره مش عارف ايه، بكره مش عارف ايه، كل ده تسويف وانت في الاخر ولا هتعمل ولا هتنيل. بس يا شباب، انا حبيت اطلع اتكلم معاكم في النقطه دي، والنقطه دي مهمه جدا جدا جدا، وعايزك تحطها حلقه في ودنك. ما تتوقعش ان اليوتيوب هيغير حياتك في يوم وليله، لا. الموضوع عامل زي الزرع، احنا بنسقيها واحده واحده لحد ما تكبر. بس يا شباب، يا رب اكون فدتكم. ما تنساش بقى طبعا تشترك وتحط لايك. السلام عليكم، باي باي يا شباب.